السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أجد شرفا عظيما لي أن ألقي كلمة بين من يرجون أن يكونوا علماء الإسلام في المالديف وما جاورها بإذن الله، في هذه المدرسة العربية الإسلامية. كما سمعتم آيات من كتاب الله، أريد أن أسمعكم حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: عندما جاءه رجل من المدينة وكان في دمشق، وكان في مسجد دمشق، وجاءه هذا الرجل وقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، أريد أن أسألك عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبو الدرداء: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ما جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا معاشر الطلاب، أول خطوة لكم في طريق طلب العلم أن تملأوا قلوبكم رغبة في هذا العلم. يا من تريدون جنة الله، اعلموا أن أقصر طريق يوصلكم إلى الجنة أن تسلكوا طريق طلب العلم. ونحن نعلم أن الناس في هذا الزمن، أن كثيرا من الناس في هذا الزمن يعظمون الأطباء والمهندسين، وهم عظماء ولا شك في ذلك، لكن من سار في طلب العلم الشرعي، في تعلم ما يعرفه بالله وبدين الله، لا شك أن هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق. هذا العلم يوصلك إلى جنة الله ورضوانه، ولا تظن أنك إذا سلكت طريق طلب العلم لك الجنة وتخسر الدنيا، بل لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يا طالب العلم، اعلم أن الملوك وإن فرشت لهم أنواع البسط وفرشت لهم الورود، أنتم يا طلاب العلم الملائكة تبسط أجنحتها لكم توقيرا لكم ورضا بما تصنعونه من طلب العلم. أنت يا طالب العلم انظر إلى من يحترمك، إلى من يقدرك، إن الملائكة تقدرك. طالب العلم مثله مثل غيره، يخطئ
فينظر إلى الحرام، يستمع للحرام، قد يتكلم بحرام، يحدث منه الخطأ. يا طالب العلم اعلم أن هناك من يستغفر لك، من في السماوات يستغفرون لك، من في الأرض يستغفرون لك، من في بطن المحيط يستغفر لك، حتى الحيتان يستغفرون لك. إن العلماء والعباد لهم شرف عظيم عند الله، لكن اعلم التفاوت الكبير بينك وبين العابد كالتفاوت بين القمر وبين سائر الكواكب. أيها الطلاب اعلموا أنكم ورثة الأنبياء، أنتم ورثتم ما تركه الأنبياء، الأنبياء تركوا العلم وأنتم ورثة العلم. ابدأوا طلب العلم بالرغبة، رغبة أكيدة، لا تكن إنما أتى بك والدك جبرا، إنما تأتي إلى هذه المدرسة وأنت ترغب وأنت تعلم أن طلب العلم شرف عظيم لك. وعليك بالإخلاص، ارجو وجه الله، وبالإخلاص تسهل عليك المذاكرة، بالإخلاص يسهل عليك الجد، وبالإخلاص تكسب الآخرة وتكسب الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. عليكم بالصبر ومجاهدة النفس في الاستذكار وفي الفهم، عليكم بتعلم مهارات التعلم، عليكم بأن تنووا بأنكم تريدون أن تطلبوا العلم لتنتفعوا به في نفوسكم ولتخدموا به مجتمعكم. ما كان لكم فضل يا طلاب العلم، لا لأنكم فقط ستنفعون أنفسكم، بل لأنكم ستنفعون غيركم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل من هذا الجمع علماء في كافة التخصصات الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منكم من يخدم دينه ويخدم مجتمعه ويخدم أمته الإسلامية بالعلم النافع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وجزاكم الله خيرا، وجزى الله الإدارة والمشرفين والأساتذة وجميع الطلاب على هذا الاستماع وهذا الإنصات وعلى إتاحة هذه الفرصة، وجزاكم الله خيرا.